اهلا وسهلا متتبعي قناه زي سبور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تأهل اليوم نهضة بركان من قلب الجزائر، تأهل النهائي الكونفدرالية الإفريقية رغم الهزيمة ديالو بهدف لصفر. شفعات عليه النتيجة ديال الذهاب واللي انتصر فيها بربعة الأهداف مقابل لا شيء. بصراحة ونهضروا بكل روح رياضية، فريق شباب قسطنطينة كان يستحق يكون في النهائي بهذا الأداء اللي قدمه في الشوط الثاني. من بعد التسجيل ديالو في الدقيقة 46 الهدف ما شفناش كاع نهائيا نهضة بركان، وما شفناش بركان في المباراة كاملة. بقينا كنتسناو حتى الدقيقة 76. يلا شفنا واحد المحاولة واللي كتهرس قبل كاري 18. ما عرفتش علاش معين الشعباني اليوم لعب بهذه الطريقة الدفاعية، وكان بإمكانه أنه يلعب بطريقة هجومية لأن عنده أفونتاج ديال 4 الأهداف. تحية كبيرة للجمهور الجزائري اللي عبر على أنه جمهور واعي. صراحة لله ما شفنا حتى شي سلوك اللي كيخدش الروح الرياضية. اللاعبين كيتسالى الماتش تعانقوا بيناتهم. أداء بطولي من الحارس المحمدي، اللاعب الديب لاعب أنيق ديال شباب قسنطينة. كنشكروا الجمهور الجزائري على الروح الرياضيه وعلى التعامل اللي تعامل مع نهضة بركان ومع اللاعبين ديالهم. وكيصفر الاربيط بداو كيصفقوا على اللاعبين. شكرا لكم، وبينتوا لنا بان راه خاوه اصلا في الواقع وفي المواقع كاينه غير هذيك العداوه في المواقع. يعني الذباب الالكتروني هو اللي كيحاول يرد لنا ديك العداوه ما بين الشعوب. بينتوا لنا ان راه خاوه في الواقع بصح. جمهور راقي، جمهور كبير، فريق كبير كيستحق يلعب بالنهائي. انا كمغربي كنقول هذا الفريق عنده مستقبل كبير ان شاء الله ومازال يمشي بعيد. اذا هارد لك الجمهور والفريق ديال شباب قسنطينه، وبالتوفيق ان شاء الله لنهضة بركان، ونتمنوا لها يكون التتويج الثالث ديالها ويكون هذه الكأس الثالثة لنهضة بركان. اللي غيستقبل نادي سيمبا في الإياب هنا، وفي الذهاب غيخرج عنده لطنزانيا. وإلى هنا، إلى اللقاء، أشكركم على المتابعة ولا تنسونا بالاشتراك، وشكرا لكم.